السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى معانا وصفة انتوا طلبتوها مني، انا كنت عملتها قبل كده الدريتوز العادي. النهارده هنعمل الدريتوز بس اللي في الفرن، علشان انتوا كنتوا طلبتوا مني طريقته يعني كتير، سواء على الفيسبوك او حتى على يعني الفيديو بتاع الدريتوز اللي هو المقلي. فانا حبيت ان انا اعمله معاكم النهارده بس بتست تاني مختلف خالص. عايزين تعملوا الفليفر اللي احنا عملناه قبل كده مفيش مشكله، عايزين تعملوا ده طعمه هايل جدا. وكمان في طريقه كمان نقدر نحافظ عليه لمده يومين وثلاثه، ويعجب الاطفال جدا جدا، وهيشجعهم ان هم ياكلوا اكل البيت وما ياكلوش اي حاجه فيها مواد حافظه او اي حاجه من بره. الطريقه سهله وبسيطه جدا، زي ما اعتدنا هي نفس العجينه. كوباية من دقيق الأبيض، وكوباية من الدقيق الذرة الأصفر، ومعلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة حبهان ورق لوري مطحونين، نص معلقة صغيرة من البقدونس المجفف أو ربع، أو لو مش عندكم تقدروا تستغنوا عنه مفيش مشكلة. هتبتدي تقلبي كل المكونات الجافة دي كويس جدا، واول لما تتجانس مع بعض هتبتدي تنزلي باربع معالق كبيره من زيت الذره او زيت العباد، او معلقتين كبار من زيت الزيتون اللي انت تحبيه. بس هو زيت الزيتون بيبقى يعني سميك اكتر، فبنحط منه نص المقدار بتاع الزيت العادي. بعد كده هنبتدي نقلب الزيت كويس جدا مع الدقيق والمكونات الجافه لحد ما يعمل عارفه زي حصوات الرمل كده، يبقى شايفين عامل زي الرمله كده مثلا. كده خلاص تمام، ما فاضلش غير اخر خطوه في العجينه. هبتدي انزل بنص كوبايه من الميه، انزل بيها شويه بشويه لحد ما العجينه تتلم معايا وتبقى طريه كده وظريفه جدا زي ما انتوا شايفين، وما تبقاش ملزقه خالص. شايفين الطريقه سهله وبسيطه جدا، حته عجينه كده صغنونه خالص، مش هتتعبكم في العجن ولا اي حاجه. بس فعلا هتطلع كميه دريتوز ما شاء الله حلوه جدا. هغطيها وهسيبها لمدة من ربع لنص ساعة ترتاح، وبعد كده هطلعها. هي لما بترتاح بتكون يعني تساعدني في الشغل، فعشان كده انا بسيبها ترتاح. يعني حتى لما بتيجي تفرديها لو مش مرتاحة مش هتتفرد معاكي كويس، ومش هتطلع لك السمك اللي انت عايزاه. بعد كده هبتدي اقطعها نصين، وكل نص هقطعه من 4 ل5 حتت، وكل حتة هعملها كورة كده صغننة وهركنها على جنب، وهبتدي اشتغل افرد القطعة. كل قطعة يعني افردها زي مثلا رقاقية كده مثلا، ولا رغيف عيش مثلا، بس رفيع قوي وكبير على قد ما اقدر علشان اسويها على الطاسة. انا هنا اشتغلت على ورق الزبدة، وبعد كده رشيت دقيق على الورق الزبدة. ورق الزبدة من الحاجات فعلا الكويسة جدا ان انتي تفردي عليها على الدريتوز، لانها هتطلع لك سمك رفيع جدا. شايفين السمك عامل ازاي؟ هيطلعوا نفس السمك بالظبط بتاع الجاهز. فبصراحة يعني انا حبيت جدا الفكرة دي، انا اول مرة اجربها ان انا افرد على ورق الزبدة، ريحتني جدا. بعد كده هعمل شوية خروم كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده على طاسة سخنة، وهبتدي احط العجينة يعني بتاعة الدريتوز، وهبتدي اديها يعني دقيقة على كل ناحية، وبعد كده هطلعها وابتدي اقطعها زي ما هتشوفوا دلوقتي. هي الطريقة على فكرة سهلة وبسيطة جدا، مدة التحضير بتاعة الحاجة كلها مش تاخد منكم نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير قوي لو اول مرة بتعمليها، عشان هتبقى حاجة جديدة عليكي، بس هتطلعه تحفة جدا. هتبتدي بقى تقطعيه يا اما بقطاعة يا اما بسكينة يا اما بقى باللي فعلا يعني انا ما بقدرش استغنى عنه في المطبخ، المقص. المقص في المطبخ حاجة رهيبة يعني تحفة. ما شاء الله عرفت تتحكم جامد جدا في المثلثات، في سمكها سوري في حجمها، يعني كبيرة ولا صغيرة. نجز معايا جدا الحمد لله، وكان يعني لطيف. ففعلا لو عندكم مقص استخدموه في الوصفة دي هينجز معاكم جدا. كده انا عملت كل الكميه زي ما انتوا شفتوا حته العجينه الصغيره طلعت لي كميه قد ايه دريتوس، وهو كمان لسه يعني ما اتحمصش في الفرن او ما اتقلاش. فيعني لا، بتطلع ما شاء الله كميه كبيره جدا. طبعا لحد الوصفه دي ممكن تاخديه كده وتقليه في الزيت، بس المره دي انا هعمل معاكم اللي في الفرن، وهعمله كده بتست، يعني هيكون قريب جدا جدا لبتاع بره. هعمل التيست ازاي؟ حوالي 4 معالق من الكاتشب زي ما انتوا شايفين كبيرة، عليها معلقة صغيرة من المايونيز، رشة من البصل البودر، رشة من الثوم البودر، ورشة من البابريكا،
زي ما تحبوا بقى شطة، بتحبوا الحاجة سبايسي قوي او خفيفة كده، زي انا بحط كده رشة بسيطة خالص كده. وهبتدي اقلب كل المكونات دي، وهمسك بقى بالفرشة وهدهن الدريتوز. وعشان ادهنه وانجز يعني حطيته كده في بولة صغيرة عندي، وهبتدي اخد فرشتين كده من الكاتشب، مش كتير، حبة كده بساط يعني صغننين، وهو كده كده طعمه قوي ما تقلقوش. وهبتدي اعملهم بالشكل ده. وبعد كده هبقى مجهزة الصاج وحاطة فيه ورق زبدة، وهبتدي افرد الدريتو زي ما هتشوفوا دلوقتي على الصاج، وهديله رشة كده بسيطة من الملح، وهبتدي ادخله الفرن. الطريقة دي حلوة جدا، قريبة جدا من طعم الدريتوز اللي هو بتاع الفلفل الحلو. هايلة جدا جدا، ما شاء الله هتعجبكم قوي. هبقى مسخنه الفرن على درجة حرارة 200، يعني قبل ما احط الصاج بتلت ساعة مثلا او ربع ساعة. هدخله مش هياخد غير ربع ساعة اول صاج، هطلعه هلاقيه مقرمش وتحفة. ما تدقوهوش وهو سخن عشان طعمه مش هيبان. استنوا اول لما يبرد ودوقوه بقى، دوقوه وقولوا لي رأيكم ايه وجربوه. هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. الصاج التاني عملته نفس الحوار، وحتى على نفس ورق الزبدة هي، بس دهنتها زيت، علشان بيبقى فيها بواقي كده من الدريتوز مطرح الكاتشب والحاجات اللي انا حطاها الفليفر ده. فحطيت زيت عشان ابقى في الضمان، علشان ما يلزقش مني. عملت كده في كل الكمال عندي. طلع ما شاء الله حلو جدا. تقدري تقدميه في اطباق او تحطي كده جنبه الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو الكاتشب بالمايونيز بالبصل باودر، بالحاجات اللي احنا حطيناها. طعمه تحفة جدا. ان انا استخدمت ورق الزبدة عشان افرده، طلع لي رفع وسمك رهيب. القرمشة بتاعته قوية جدا، انا حبيته جدا جدا. وطعمه حلو وخفيف قوي، ما فيهوش زيت ولا فيه اي حاجة خالص. حاجة كده خفيفة وبسيطة. حاجة تانية بقى، جبت اكياس من ايه يعني المقلة اللي بيتحط فيها الذرة اللي هي بتاعة الفشار او السوداني، او يعني اي حاجة بيحطوها، يعني المقلة بتبقى بتستخدم الحاجات دي. وحطيت فيها الدريتوز وقفلته، وحتى تاني يوم لما جيت استخدمه كان نفس القرمشة، وكان نفس الطعم لحد تالت يوم بيبقى تحفة جدا. الحركة دي بقى عشان نحبب الأطفال في الحاجة بتاعة البيت، علشان يحبوها وما ياكلوش أي حاجة من بره. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة، واشوفكم دايما بألف خير. مع السلامة.